بالتأكيد عبد الله أوجلان شخصية غير اعتيادية، أثر في الواقع السياسي في المنطقة بشكل عام وحتى على الصعيد العالمي. يعني هو له مكانة خاصة، يعني معروف وله تأثير هو وحركته وحزبه وأفكاره، وكان يشكل معضلة بالنسبة إلى الأنظمة المبنية على نوع من الشوفينية، وأيضا من التمييز الطبقي والقومي. هو استقطب ليس فقط من داخل المجتمع الكردي مؤيدين ومناصرين وحتى مقاتلين لأفكاره، وإنما استقطب أيضا توجه عالمي أولا للتعاطف مع القضية الكردية، لمناصرة حقوق القومية الكردية في مختلف مناطق اللي تكون فيها هذه الجالية أو القومية بشكل كبير. كل هذه هو ساهم بها، وكان يشكل خطر على الأنظمة، خصوصا على النظام التركي اللي كان يعتبر يعني ولا يزال يعتبر حزبه يعني ذو ممارسات إرهابية بالنسبة له. ولكن أنا أعتقد من الناحية الإنسانية، وبعد 20 سنة من اعتقاله ووضعه في سجن وفي ظروف لا أحد يعلم عنها شيء، هذا مخالف تماما لحقوق الإنسان، للقانون الدولي، أيضا للمبادئ اللي نعمل عليها، حرية التعبير، أن تكون هناك محاكمة نزيهة علنية. يعني إذا كانت هناك إدانات أو تهم أن تعلن إلى العلن وتمارس قضائيا بشكل صحيح، وهذا ما مورس بحق حتى المجرمين الفاشيين بعد الحرب العالمية الثانية وغيرها. فهذا السكوت عن وضعه، عن أيضا منع زيارات إلى، عدم وجود محامي، عدم وجود محاكمة، بالتأكيد هذا مخالف لكل المعايير الإنسانية والقانونية. وأنا يعني أيضا أضم صوتي إلى بقية الأصوات اللي تطالب بأنه يتم أولا الإعلان عن وضعه، ثانيا محاكمته بشكل صحيح وعادل، ثالثا أنا أعتقد الرجل يعني أصبح في عمر يستحق أن يفرج عنه. يعني أنا لا أريد أن أقارنه بديكتاتور مثل بينوشيت في تشيلي، اللي أيضا بالرغم من كل ما مارسه، ولكن عندما كان في وضع صحي يعني تم أيضا مراعاة عمره ومراعاة الوضع الصحي. هذا قضية إنسانية، وأنا أعتقد هو يستحق بالتأكيد أن يراعى من هذه الناحية ومن الناحية القانونية أيضا.